هاي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. فيديو النهارده انا هتكلم معاكم عن شامبو لقشرة الشعر. ده كده شامبو، كده حاجه بتبقى مركونه في الصيدليه، كنز حرفيا، تحفه كسعر وككواليتي. بيديهولك المنتج نفسه للشعر. مش هطول عليكم، يلا نعرف ايه هو المنتج الجامد قوي ده. طيب ايه هو الشامبو ده؟ طيب مبدئيا الشامبو ده انا ولا حد رشحولي ولا حد قال لي عليه ولا اي حاجه خالص. انا كل الشامبوات اللي انا اتكلمت عنها قبل كده للقشره دي كنت انا فعلا بجيبها وبجربها. فعشان احنا طبعا في الصيف شعري ما ينفعش ميبقاش فيه قشره، يزعل ويزعلني وهو ما يرضاش انه يزعلني. فطبعا جات لي او رجعت لي القشره دي. فانا من الناس اللي بحب اغير في منتجاتي، يعني ما استخدمتش منتج هو عجبني وكل حاجه، بس ما بحبش اني ارجع اكرره تاني. اقول ايه مثلا اغير عشان ايه؟ ابقى عارفه كده كل حاجه في الصيدليه بتبقى ايه وعامله ايه وكده. المهم المنتج ده انا كنت عادي راح ابص على شامبوات القشره وكده، فعجبني كده، خطفني شكله وبتاع، فعرفت اسمه كده، قريت عنه، طلع ان هو ايه، شامبو كويس شويه. ده كقرايه عنه طلع ان هو شامبو كويس شويه. بعد ما استكشفت ان هو جامد قوي وقريت عنه. وطبعا الريفيو ما بيبقاش زي المنتج نفسه، يعني ما بيديكيش رأي كامل قوي او تاخدي الرأي من الريفيو نفسه وانتي بقى متأكدة وواثقة، لا طبعا. المهم خلاص قلت ايه، خدت التجربة وقلت انا هجرب، رحت جبته وجربته. طيب كنت جايبه بكام؟ مبدئيا بقى سؤال على المنتج عشان ما يقعش مني جبلت اي سؤال. كنت جايبه بكام؟ كان عامل حوالي 69 جنيه 70 جنيه. الثابت بتاعه مش عايزه اوريه، الثابت بتاعه هو 70 جنيه، هيبقى من بين 70 ل 75. كلنا عارفين ان اي برودكتس بتاعه الهير روتين بتبقى غاليه بشكل عام، ف70 مش غاليه خالص. طيب عمل معايا ايه او عمل لشعري؟ مبدئيا الشامبو ده من اول مره انا استخدمته خفالي القشره في شعري، وده بجد مش اعلان. خفالي القشر، خفالي القشر، وانا هنا بقول خفهالي، يعني قللها لي او هديها لي، مش بقول ان خلاص القشره ماتت من شعري ووداعا للقشر، انا ما قلتش كده خالص. انا بقول ان هو قلل لي القشر، او قلل لي، انا شخصيا تجربتي معاه قلل لي القشره شويه. طيب بستخدمه قد ايه؟ لو انت لسه مبتدئه ان انت تجيبيه في الاول او القشره جامده في شعرك، من مرتين ل3 مرات في الاسبوع. بعد كده ممكن من مره لمرتين، يعني الاول من مرتين ل3 في الاسبوع، بعد كده ممكن من مره لمرتين، يعني خلي مرتين ده لو الامر احتاج قوي. طيب ايه بقى الشامبو؟ انا قلت كل حاجه عنه، قلت سعره وقلت بيستخدم ازاي، وقلتلك ان هو فعلا هيبقى اكتر، ممكن اكتر شامبو فعلا انا جربته اختراع للشعر، وحلو وكميته كويس. المنتج هو ده. انا عايزه اوريكم صورته. انا ليه مش هقول اسمه، او ليه ما قلتش اسمه؟ عشان هو اسمه بالنسبه لي غتت قوي، يعني استنى، اسمه بالنسبه لي غتت قوي. اهو ده كده شكله، اهو شكله، هو 120 مللي، هيقعد معاك. عايزه اقول لكم انا جايبه لي شويه، مثلا جايبه لي شهرين ولا حاجه، وحاسه ان هي لسه فيها بركه وفيها خير وفيها كل حاجه جميله، لسه مليانه، يعني ما خلصتش معايا. اهو شكله، هو ده حته بتاع كده. عايزه اقول لكم على فكره ريحته جميله قوي، يعني بجد اقل قوي لما تلاقي شامبو طبي او شامبو بيعالج ويبقى ريحته حلوه. لا ده بجد ريحته حلوه. انا كده حاولت اجيب لكم كل الاجابات اللي ممكن تتسال عن الشامبو. ده شكله تاني. انا كده خلصت، وبجد لو عايز شامبو كويس وبسعر كويس ويقعد معاكي، فده اشوفكم فيديو تاني جديد.